انت يا عم كولر هترضى على قفشه امتى؟ عزيزي المشجع الجميل، انا عارف ان انت بتفكر في مباراه بيراميدز، عارف ان انت هدفك الاول دلوقتي هو مباراه بيراميدز يوم الاثنين ان شاء الله، واللي حصل واللي جرى والحوارات دي، بس اصحى وفوق كده لان انا عندي ماتش قدام الالومنيوم. صح اللعيبه فوقهم، قول لهم ان دي مباراه في الكاس ممكن يحصل فيها اي تقلبات، ولكن النهارده بتفاجئ بتبديلات كتيره في قلب التشكيل وتغييرات وتعديلات، وناس بقى كان بقالها كتير ما بتلعبش وامله قال لك ايه بقى مارسيل كولر ابتدي بيهم واديهم الفرصه والكلام ده جميل. انا ما عنديش اعتراض على اي لاعب لعب خالص، سواء خط الوسط بتاعك بس الثلاثه. هل انا بلعب قدام الالومنيوم مع احترامي الشديد للالومنيوم العب بثلاثه ديفندر؟ ما انت ما تقنعنيش ان ندفيد هيلعب بدور 8 مكان امام عاشور. يعني ندفيد، طب يا جدعان انت بتلعب اللعيبه اللي بقالها كتير ما لعبتش، واللعيبه ما خدتش فرص، واللعيبه اللي كانت بتنزل شويه وشويه. طب فين قفشه؟ فين محمد مجدي قفشه؟ يا عم كولر هو مش للدرجات دي، ده انت بتلعب الالومنيوم ومنظرك يطلع بده في الشوط الاول. شوط اول فريق قدامك بيدافع تماما، وده المتوقع والطبيعي. قدامك لعيبه 11 لعيب من النادي الاهلي، يمكن 10 اقول بشوبير 11، يعني ناقص شوبير يطلع هو كمان يهاجم. انت بتهاجم بكل حاجه، مفيش اي جدوى، انت ماسك كرة مفيش اي حاجه، انت في الضياع، انت مش عارف تاني هجمه ب2 جنيه. يعني الشوط الاول بعنوان احنا مين اللي جابنا هنا؟ احنا بنعمل ايه هنا؟ انا مالي انا يا لمبي؟ يعني هو ده انا مالي انا؟ هي كوره ايه يا جدعان؟ في ايه؟ مش كده. ده يرجع لتشكيل بتاع مارسيل كولر، وزي ما قلت لك انا كنت كمان متوقع انه هيلاعب ناشئين ويدي لعيبه صاعده وحاجات من هذا القبيل ونشوفها في المباراه دي، ولكن ما علينا. الراجل فضل انه يبتدي بالناس اللي هم كانوا مريحين وراجعين من الاصابه، تاو ورضا ستيم اللي ما بيلعبش باستمرار وديانج حلو، وكريم نيدفيد اللي كان بيلعب حلو. بس انا العب قدام الالومنيوم ليه بثلاثه ديفندر؟ ليه بثلاثه بيقوموا بنفس المركز؟ ديانج، مروان، ندفيد، ليه الثلاثه مع بعض؟ انا مش فاهم. حتى طيب انت شفت الشوط الاول يا عم كولر، شفته تمام جميل، اكيد ما عجبكش، يعني اكيد ما عجبكش زي ما عجبناش احنا كمان. ابتدي بقى ابدل بين الشوطين؟ لا، لازم استنى للدقيقه 60. الدقيقه 60 ابتدي اعدل واغير واقوم ساحب الاثنين اخيرا بتوع نص الملعب، ديانج ومروان. انا ما عنديش مشكله في مين اللي يبقى، يعني ما عنديش اسم معين اقول لك لا ده ديانج لازم يلعب، او الثلاثه زي بعض، فيقوم ساحب ديانج ومروان وينزل وسام وقفشه، الكفه تتعدل بشكل كبير جدا. الاهلي بيهاجم هجمات ما زال برضه، لان هو كان بيهاجم، بس هجماتك هنا كان فيها خطوره، رحت باكتر من كوره، كان في كور خطر كتيره جدا، كهربا واحده في العارضه، وسام ابو علي ضيع ضربه جزاء. فاذا انت كنت حاسس ان انت هتجيب جول قدام فريق مستسلم تماما هو فريق الالومنيوم اللي بنحترمه. واخيرا بيجي الجون من المونديالي محمد هاني. يعني سبحان الله، خد الكره وبينطقها، والكره هديه من ربنا سبحانه وتعالى كده انها تخبط في المدافع وتحول اتجاهها وتخش الهدف النادي الاهلي في الدقيقه 93. يعني بقى مش هطلع اقول لك ذا ماستر اوف سسبنس ومش عارف ايه والكلام واحنا بتوع البلاس 90. لا مع احترامي ليك، مش من قدام الالومنيوم، يعني مع احترامنا للالومنيوم واحترامنا للمباراه والبطوله والكلام ده، بس احنا يعني الماتش كان دمه تقيل قوي. انا عارف ان كمان تحس ان في ايه طلاسم، يعني عارف الطلاسم كده في قلب الماتش، برضو في حاجات كده كانت معقربه، يعني العارضه بتاعت كهربا وسام ابو علي بيخش يشوط ما بتجيش جول، يعني مش عارف في ايه. يعني حتى النهارده ما شفناش حته بتاعت وجول فوقتنا الكوره دي بتاعت الكابتن عفيفي، يعني معلق المباراه، حته فوقتنا الكوره دي، كان نفسي اسمعها كتير، بتاعت فوقتنا الكوره دي يا كابتن عفيفي النهارده، ولكن احنا ما فوقناش، احنا كنا نايمين نلنا لحد ما المونديالي جاب الجون في الدقيقه 93. يعني هي دي بقى اللي فوقتنا الكوره دي. يعني بصراحه مباراه دمها تقيل قوي، ولكن انا ارى من البدايه هي التشكيل في خط الوسط بتاع النادي الاهلي ومارسيل كولر ان هو يلعب بثلاثه ديفندر. لا، مش كل الفرق هلاعبها بثلاثه ديفندر، مش كل الفرق هلاعبها بنفس الاداء، لان في فرق قدامي انا يمكن مش محتاج خط وسط اصلا، مش محتاج. ده احنا شفنا يعني في وقت من الاوقات، عايز اقول لك ان ياسر وربيعه كانوا في ال6 ياردة بتوع الجون، يعني بتوع حارس الالومنيوم. انت متخيل كل الفريق بيهاجم؟ فاذا انت يا عم كولر هترضى على قفشه امتى؟ هترضى عليه امتى اكتر من كده؟ الراجل حتى لما نزل جات له بصمه وقدر ينقل لك الكوره بشكل كبير جدا، وقدر يقف على الكوره ويوزع كرات
شمال ويمين بدور كويس جدا، والبلاي ميكر اللي انت محتاجه في المطوشه اللي زي دي. واكتر من كوره يمكن عملها ولكن ما كانش فيها توفيق بالنسبه للباص يعني. اتمنى ان كولر يرضى شويه عن محمد مجدي قفشه ويديله مساحه اكبر من كده، وان شاء الله باذن الله المباراه دي يعني للنسيان لان عندنا مباراه اهم هي مباراه بيراميدز. نتمنى التوفيق دايما للنادي الاهلي. وما تنساش يا صديقي في نهايه الفيديو تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير الفيديو لو مش تابعنا. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.